غياب دنيا بطمة بعد تحريض الصفحة الأشهر في المغرب على سجنها يثير الشكوك. هل قبض عليها؟ الفنانة المغربية دنيا بطمة على غير عادتها منذ فترة ليست بالقصيرة. امتنعت الفنانة من تحديث صفحتها على إنستغرام منذ عدة أيام، مما أثار التساؤلات حول غيابها. وبالعودة إلى حساب دنيا بطمة على إنستغرام الذي تنشر عليه كل نشاطاتها الفنة والشخصية، وكذلك ترويجها لعدد من المنتجات التجارية خاصة المتعلقة بأدوات التجميل، نجد أن آخر منشور لها يعود إلى قبل أسبوع من الآن، على الرغم من أنها كانت لا تترك حسابها أكثر من ساعتين بدون تحديث. وفي منشورها الأخير نشرت دنيا بطمة صورة مثيرة لها بشعر مسدول على كتفيها، مرتدية فستانا مموجا باللونين البرتقالي والأزرق الفاتح مع حقيبة يد باللون الجملي. وامتاز فستان دنيا بطمة بقصره الشديد، حيث كشف جزءا كبيرا من فخذيها، مما جعلها موضع انتقاد دنيا بطمة بهوتش. كما نشرت دنيا بطمة حينها صورة لها عبر خاصية الستوري في إنستغرام، وهي ترتدي هوت شورت جينز ممزق مع قميص أبيض ساتاني بأكمام. ومنذ ذلك الحين توقفت النجمة دنيا بطمة من نشر أي صور أو فيديوهات جديدة لها، ما أثار التساؤلات حول طبيعة غيابها، وإن كان طبيعيا باختيارها أو اضطراريا عنها. صفحة شهيرة تحرض على سجن دنيا بطمة وتزامن غياب دنيا بطمة مع قيام صفحات إخبارية شهيرة في المغرب اليوم الثلاثاء بنشر تساؤلات حول عدم سجن دنيا بطمة حتى الآن، على الرغم من صدور حكم بسجنها لمدة عام وواجب النفاذ. وفي هذا السياق نشرت صفحة الأشهر في المغرب، والتي يتابعها نحو 28 مليون متابع، عبر فيسبوك تساؤلا حول الأمر، وقالت في منشور لها: المغاربة يتساءلون علاش دنيا بطمة ما زال ممشاتش الحبس رغم الحكم عليها ابتدائيا واستئنافيا بسنة حبسا نافذا. وجاءت العديد من التعليقات من قبل المتابعين الذي فسروا عدم تنفيذ الحكم ضد دنيا بطمة حتى الآن دون معرفة مصيرها بعد غيابها الأخير والمثير للقلق.